معاك يا استاذ وليد جواد كاظم التميمي المحامي. تمام. قول لي ايه اللي حصل النهارده؟ اللي حصل النهارده ان انا اتفاجئت ان السكرتاريه بتتصل بيا بتقول لي في لجنه تفتيش قضائي من وزاره التعليم العالي داخله مكتبي. طبعا جيت اشيك على الناس اللي جم. تمام. لقيت الناس دي بتقول لي انا مستشار في التعليم العالي، انا تفتيش قضائي، انا مش عارف ايه، وجايبين معاهم 3 موظفين من وزاره التعليم العالي. احنا عايزين داخلين على الكمبيوتر، داخلين على الملفات بدون اذن نيابه، بدون عضو نقابه من عندي من النقابه، بدون اي ورق رسمي، وداخلين يلعبوا في كل حاجه في الملفات. طبعا اسرار العملاء موكلين عندي. المهم ايه يا جماعه، ايه الموضوع؟ والله انت بتتعامل مع الطلبه. قلت لهم انا راجل محامي، وطول ما حد جايب لي توكيل بتعامل معاه بناء على التوكيل اللي عندي. انتوا رافعين ايه على وزاره التربيه والتعليم؟ وزاره التربيه والتعليم انا رافع قضيه على وزير التربيه والتعليم الاسبق الاستاذ الدكتور اشرف الشيحي، ومديره اداره الوافدين الدكتوره هويده. تمام. وعلى جامعه طنطا رئيس جامعه طنطا ونائب رئيس جامعه طنطا والعميد، وجامعه الزقازيق رئيس وعميد ونائب، وجامعه المنوفيه رئيس وعميد ونائب، بخصوص ان الطلبه رفضوا تحويلهم من الجامعات لجامعات اخرى، لان طبعا طلبه وافدين بيدفع بالاستليني، خروجه من الجامعه بيأثر في ميزانيه الجامعه. تمام. غير طبعا الرسوب الجماعي اللي بيحصل. يعني في رسوب جماعي تمام موجود في جامعه بنها، موجود في جامعه الزقازيق، موجود في جامعه بني سويف، موجود في جامعه المنوفيه. الطلبه بيرسبوا رسوب جماعي بسبب قرار وزاره التعليم العالي في الكويت منع تسجيل الطلبه الوافدين الكويتيين في 6 جامعات. في طلبه بتسقط، الطلبه اللي بتروح تغش بتنجح، والطلبه اللي بتذاكر بتسقط. تمام. وهم مش عايزين مصلحه الطالب. طول ما الطالب مصلحته واقفه، طول ما الطالب بيدفع. سوري بالكلمه. والدليل السنه اللي فاتت لما رفعوا المصاريف كانت 1000 استرليني. تمام. دلوقتي المصاريف الطالب بيدفع 6500 دولار. تمام. ومع ذلك الطالب بيدفع. طب انا راجل متغرب وواخد قرض وجاي ادفع وجاي اذاكر وجاي اخد دروس عشان انت تسقطني وتنجح اللي بيغش؟ ده افتراء وتعمد. وحضرتك جامعه السادات بقت تسقط الطلبه السنه دي، مع ان جامعه السادات بقى لها 4 سنين ما حدش بيسقط. لم يسقط احد. ليه؟ عشان الفلوس اللي بتدفع في جامعه السادات من شيتات. قيمه الشيت بتدفع للطلبه المصريين ب 900 جنيه، للطلبه الوافدين ب 3000 جنيه. ولو الطالب الوافد راح اشترى شيت ب 900 جنيه على اساس ان هو مصري من جوه المكتبه وراح يسلمه وشافه وافد، قالوا لا يا حبيبي تدفع لي الفرق. للدكتور؟ للقسم. الشيت ده عباره عن سبوبه. سبوبه عاملاها الجامعات في المحافظات خاصه، بمعنى ان الدرجه من 20 للطالب، يقول له انا هديك شيت، الشيت ده عليه 5 درجات، يبقى انت درجه الامتحان من 15. المفروض الطالب لما يقدم الشيت ياخد ال5، لا بيدوا له 2. عامله لائحه بعيده عن الجامعات كلها وماشيه لوحدها بنظام، تقول احنا قاعدين في هي جامعه السادات تقول جايه من امريكا. جامعه السادات بالنسبه للدبلومات المفروض قانونا انا كوسائط وجبت مادتين بخش دور تاني امتحن فيهم مجانا. جامعه السادات بتدفعني على الماده 300 دولار عشان اخش، لو ما دفعتش ما تخشش. بعملك بكل سخافه وبكل قله ادب، مع ان انا راجل محترم وانضف من اي حد وبتعامل بنظافه، تروحي يعاملك بكل استفزاز وبكل استهانه وبكل قله ادب عشان هو غلطان. بس روحي جامعه السادات، انا معايا جامعه بنها وبقولها اهو وحضرتك تقولي الكلام ده. جامعه بنها بتبدل فيها كراسه الاجابه ب 10000 جنيه للطالب. بياخدوا كراسه الاجابه بعد ما يخلص الامتحان ويحطوا له كراسه محلوله كامله. ومع ذلك الطالب سقط. مع ان الكراسه دي يجيب 19 وقفت. هو مين مصر هيدفع 10000 جنيه يا فندم؟ لا اقصد يعني هو بيشتري ورقه. انا بتكلم على الوافدين كلهم. يعني هو كل شغل مع الوافدين. يعني هو استنى رد على سياده المستشار. هو بياخد ورقه اجابه محلوله، بياخد اجابه ورقه الاجابه بعد ما بيسلمها الطالب بتتاخد ورقته ويتحط مكانها ورقه محلوله بالكامل. ده بالاتفاق من الاول. من الاتفاق مع الطالب. وازاي بيسقط؟ بيسقطوا ازاي؟ بيسقط عشان يقعد، عشان ما فيش تصحيح. ما فيش تصحيح. يا فندم جامعه بنها الطلبه واخدين 0، مع ان قانونا الطالب لو كتب اسمه وكتب بسم الله الرحمن الرحيم في الورقه ياخد درجتين على الاقل. مدينه 0. تمام. الشيت يدوا له 0 في الشيت، مع ان الطالب مقدم الشيت. لازم الطالب يدفع تظلم ويدفع فلوس ويقدم التماس وفي الاخر بيسقط. يجي انا بقى الطالب ارفع له قضيه. كم طالب عندك رافعين قضايا؟ انا عندي 266 طالب وافد، توكيلاتهم موجوده بالاسم، ممكن اوريكي اسم توكيل. عندي 97 قضيه متداوله حاليا في المحكمه. عندي منهم 10 قضايا خدت فيهم احكام. تمام. وعندي قضايا المفروض احكامهم على الشهر الجاي. والحمد لله كل القضايا اللي انا عملتها اعاده تصحيح الطلبه نجحوا. ده دليل على ايه؟ رد على ما ده دليل على ايه؟ ما بتروح لخبير لجنه ثلاثيه 3 اساتذه بيصححوا الورقه، مش 1 ولا 2. تبص الطالب كان جايب 7 بقى جايب 17. طب ازاي؟ معناها ان انت يا جماعه بتتعمدي سقط الطالب.